لا، والجديد بقى كمان ايه، بقينا دلوقتي بنعيد على بعض في العيلة بمسجات على الواتساب، ما بنفكرش حتى نتكلم في التليفون. وده كان من تأثير التكنولوجيا السيئة علينا، على حياتنا، على علاقتنا بأسرنا. وبقينا بنعمل جروب للعيلة على الواتساب عشان أبعت رسالة واحدة بس أعيد على العيلة كلها. طب ليه ما امسكش التليفون واكلم اسرتي واحد واحد؟ اكلم عمي وخالي وجدي وجدتي واقاربنا اللي انا ما شفتهمش من زمان، في حرص مني على وجود تواصل، على وجود صلة ارحام، علشان ابنائي لما يشوفوني وانا بتواصل مع اسرتي الكبيرة، هو كمان لما يكبر يتواصل معايا لما اكون جد او جدة، وياخد باله مني ويراعيني زي ما ربنا امرنا في الديانة الاسلامية. الحقيقة قريت مقولة عجبتني جدا، وهي حافظ على الشخص اللي مازال يتصل بيك عشان يطمن عليك في زمن الكتابة. احنا بقينا نعيش في زمن الكتابة، كله بلمسة من الإصبع بيبعت رسالة يقول للناس كل سنة وانتم طيبين. فين زمان؟ فين التواصل الأسري والاجتماعي؟ للأسف يا جماعة كبار السن، الجد والجدة، حقوقهم مهدرة في الزمن اللي احنا فيه. بقينا بنتحجج ان ولادنا عندهم تمارين ودروس وعندنا التزامات وارتباطات اجتماعية وأسرية خاصة بينا ما بنروح لهمش. احنا لو اعتبرنا ان يوم زيارة الجد والجدة واللمة في البيت الكبير ده واجب من واجباتنا الأسبوعية اللي لازم كلنا نعملها، أكيد ده هيفرق كتير قوي في نفسيتنا ونفسية ولادنا وتربيتهم، وفي حقوق الأب والأم، الجد والجدة علينا. يا جماعة لازم نرجع تاني نحرص على التواصل الأسري، البيت الكبير ولمة العيلة. والحقيقة كمان عايزين نوجه لوم لوسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية اللي للأسف بدأت إن هي تهدر حقوق كبار السن. يمكن ما شفتش برامج بتناقش قضايا كبار السن غير في التلفزيون المصري فقط لا غير. جميع القنوات الفضائية والخاصة تناقش قضايا الشباب، المرأة، البطالة، العمل، لكن فين حقوق كبار السن؟ فين البرامج الموجهة ليهم اللي بتتكلم عن قضاياهم وحقوقهم واللي بتتكلم عن احتياجاتهم؟ أنا يا جماعة بطلب من هنا لكل القنوات الفضائية الخاصة، قدموا برامج تناقش حقوق كبار السن. واحنا بقى لازم نهتم بأسرنا، بالعيلة الكبيرة، بالجد والجدة. لازم نحرص على وجود تواصل اجتماعي مستمر من أصغر فرد في العيلة لأكبر فرد في العيلة.